أخصائي أمراض الدم يعتنون بالأشخاص الذين يعانون من أمراض تتعلق بالدم. عندما تفكر في الدم، هناك عدة أمراض يمكن أن تؤثر على الدم. لذلك لديك أمراض مثل فقر الدم، انخفاض الصفائح الدموية، انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وتفاوتات أخرى في جميع هذه تعداد الدم، وهو أمر شائع جدا. بصفتي أخصائي أمراض الدم ألعب دورا في تشخيص هذه الحالات والبحث عن سبب وجود هذه الاضطرابات الدموية لدى المرضى، بعد التشخيص الدقيق لتقديم العلاج الأكثر فعالية لمساعدتهم في التعافي. بجانب ذلك يلعب أخصائي أمراض الدم أيضا دورا في علاج المرضى الذين يعانون من أمراض النزيف والتخثر. كما تعلم، يجب أن يتجلط الدم إذا تعرضت لإصابة هناك عدة حالات يمكن أن تؤثر على مثل هذه الآليات للتجلط. ربما سمعت عن التخثر، وربما سمعت عن اضطرابات النزيف. لذا بصفتي أخصائي أمراض الدم أقدم الرعاية لهؤلاء المرضى أيضا. أحد الجوانب المهمة في علم أمراض الدم هو الرعاية التي نقدمها للمرضى الذين يعانون من سرطانات الدم. عندما تذكر مصطلحات مثل اللوكيميا، الميلوما، الليمفوما، هناك خوف وذعر عام بين جميع الناس. لكن ما نقوم به كإخصائي أمراض الدم هو تشخيص هذه الحالات بشكل فعال، واستخدام أحدث أساليب العلاج حتى يتمكن هؤلاء المرضى من اجتياز علاجهم وعيش حياة مرضية بعد إكمال علاجهم. خاصة مع الأورام الخبيثة الدموية، أنا ومستشفى أبولو الرئيسي نستخدم أحدث التقنيات. نستخدم العلاج الكيميائي القياسي، نستخدم العلاج المناعي، نستخدم زراعة الخلايا الجذعية، وأيضا عندما يحتاج المرضى إلى علاج أكثر تقدما مثل خلايا تي يتم توفير ذلك أيضا.